ورجعت لكم مرة تانية بملخص جديد، بس المرة دي ملخص اسمه مين هو الأب. حلقة عبارة عن أم بتتهم الأب اللي قدامها إن هو يكون أبو ابنها اللي عنده 3 أسابيع بس، والأب واقف قدامها وبيقول إن لأ مش هو الأب. وهنبدأ القصة بتاعتهم دلوقتي حالا. هنقول شوية أسماء سهلة علشان نفهم الشخصيات بدل ما نقول أسمائهم الحقيقية. أول حاجة الأم هنسميها المهزأة، والشخص اللي قدامها اللي هي بتقول إنه أبو الطفل هنسميه الندل. وفي شخص تالت هيطلع معانا هنسميه الأهبل، بس هنعرفه بعدين. أول حاجة الأم المهزأة جاية مع أمها وبتقول إن الشخص اللي قدامها اللي هو الندل بيكون أبو طفلها اللي عنده 3 أسابيع، لكن الأب ده بيقول إنه لأ مش أنا أبو الطفل. ليه؟ لأن أنا أول ما عرفتها عملت معايا علاقة من أول يوم. فالأم طبعا بتدافع عن نفسها وبتقول لأ ده أنا كنت أعرفه من 2 سنين وبنتكلم على الفيس، وإن هي مش شخصية وحشة زي ما هو بيقول. طبعا ملناش دعوة بالكلام ده. المهم الأم هتفضل تدافع عن نفسها، لكن الأب هيصمم إنه لأ مش أنا الشخص ده، ودليل كمان إن أنا لقيت واقي ذكري موجود في الحمام بتاعها. فهي هتدافع عن نفسها تاني وهتقول إنه لأ ده مش بتاعي ده بتاع صاحبتي. وهتيجي أمها كمان وتدافع عنها وتقول أنا بنتي بنت مؤدبة ومحترمة وبتقولي كل حاجة، والشخص ده هو فعلا أبو الطفل مش الشخص التاني اللي هو اللهبل اللي واقف بره. فهيواجهها الندل تاني ويقول لها على فكرة انت دخلتي في علاقة مع شخص تاني في الوقت اللي دخلتي معايا انا كمان في علاقة، فليه لا ما يكونش الشخص التاني هو ابو الطفل؟ فهتقول له لا انا ما عملتش مع الشخص التاني غير مرة واحدة علاقة، لكن هو عملت معايا علاقات كتير. فهيقول لها لا انت قلتي لي قبل الحمل باسبوعين ان انت حامل. فالقاضي هتستغرب وهتسألها ايه الكلام ده، فهتقول لها ان هي قبل الحمل باسبوعين قررت انها تجيب شريطين حمل وتاخد واحدة نيجاتيف من هنا وواحدة نيجاتيف من هنا وتحطهم على بعض علشان يبان ان هو بوزيتيف فيبان ان ده حمل. وراحت قالت له ان هي حامل علشان كانت عايزاه يفضل معاها وما يسيبهاش، وبعد اسبوعين طلعت حامل بجد. فطبعا هو هيستهزأ بيها ويقول لها ان هي ممكن كانت بتتلزق فيه برضو تاني، والطفل مش طفل ولا حاجة، بالعكس هي عايزة تلزق فيه. وام المهزأة هترجع تدافع عنها تاني وتقول انا بنتي مؤدبة ومحترمة وما بتعملش اي حاجة وحشة خالص. وفي اول شهر من الحمل وهو نايم جنبها قالت له ان هي عايزة تبقى في علاقة رسمية، العلاقة تكون قدام الناس كلها لان هي خلاص هتخلف بيبي كمان 8 شهور. فهو هينام وهيسيبها، والصبح بدري هيصحيها ويقول لها بقول لك ايه، انا ناوي ان انا ادخل في علاقة مع واحدة تانية. متخيلين ان هو بيصحيها عشان يقول لها كده؟ فهتقرر تقطع علاقتها بيه. لكن القاضية هتسألها هو انت بجد يعني بائسة للدرجة دي انك مصممة انك عايزاه يلبس الموضوع؟ هل انت عايزاه يكون الاب فعلا ولا انت عايزة تلبسيه في حوار الجواز ده وخلاص؟ فقالت لها لا انا اللي يهمني ان البيبي بتاعي يعرف مين ابوه. حتى الشخص الاهبل اللي واقف بره هو مضى على شهادة الميلاد من غير ما يهتم ولا يعمل دي ان ايه، هو حابب الطفل وقرر ان هو يكون ابوه ويمضي على شهادة ابنه. فهيجي الشخص الأهبل اللي بره وهيقرروا إن هما يسألوه شوية أسئلة ونشوف إيه أخباره ده كمان. ولما هيدخل القاضية هتسأله إيه علاقتك بالمدام اللي واقفة قدامنا دي، فهيقول لها إن أنا حبيتها وخرجت معاها في ديتس كتير وإن أنا كنت بعملها حلو جدا. فسألته طب انت عرفت ازاي بالطفل، فقال لها ان هي بعتت لي صورة 4D وهي حامل فيه، وقالت لي ان الطفل او البيبي اللي لسه ما اتولدش ده شبه امي. يعني هي بتقول انه شبه ام الشخص الاهبل اللي قدامنا ده. والهبلة هتقول إن نفسي جدا يكون فعلا هو الأب لأن هو شخص كويس جدا وكان بيهتم بيها وقت الحمل، لكن جه وقت واتفرقوا. فالقاضية هتسأله ليه اتفرقتوا، فيقول لها أصل طلع في شخص تالت دخل في الموضوع. فالقاضية هتستغرب فهتقول لها الصراحة أصلي أنا كنت شاربة أناناس بالبرتقال وحصل الموضوع مرة واحدة يعني. فالقاضية هتقول لا الموضوع كده كبر مننا قوي، احنا نشوف تحليل دي ان ايه، وهيطلع عاملين 2 تحليل دي ان ايه، واحد للأهبل والتاني للمهزأ، وهنبدأ بالأهبل والقاضية هتقول له انت مش الأب. فهيتضايق ما مش عارفة هو ماله الصراحة. فهندخل على الشخص التاني اللي هو المهزأ أو الندل. الندل هتقول له وانت مش الأب برضه. فالتاني هيتنطط من الفرحة طبعا، فالقاضية هتقول لها هو ايه فيه ايه؟ فهيطلع ان الشخص هو الشخص التالت. فالقاضية هتسألها وانت متأكدة من الشخص التالت؟ فهتقول لها فهتقول لها طيب انت عارفة هو مكانه فين؟ فهتقول لها لا. وبتخلص القضية المرة دي على ان الشخص الاب هو مش هو الشخص ده ولا الشخص ده. لو عجبك القصص ديت اعمل لنا لايك وسبسكرايب وشجعني وقولي في الكومنتات علشان اجيب لك قضايا تاني زي كده.